مرحبا، يسعد لي أوقاتكم يا أحلى متابعين بالدنيا كلياتها. اليوم وصفتنا الفاهيتا، أكلة لذيذة وسريعة وبترضي كل الأذواق وأطيب من المطاعم، فخليكم معي للآخر نشوف كيف طبقناها خطوة بخطوة. لا تنسوا لي اللايك يا حلوين، يلي عم تشوفني أول مرة حبت القناة وعجبتها تشترك فيها وتفعل زر الجرس مشان يوصلها كل جديد، فضلا وليس أمرا. بتشرفوا وبتنوروا القناة حبيبات قلبي، لأنه جاية وصفات برمضان إن شاء الله كتير لذيذة وكتير اقتصادية وظريفة. بنصلي على الحبيب محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. بسم الله نبدأ. اليوم أكلتنا البهيتة وهي أغراضها. عندي هون كيلو صدورة دجاج مقطعتها هيك بهالطريقة، هي شرائح قطعتهم مشان ما آخذ من وقتكم. شايفين هيك مثل تقطيعة الشاورما وتقطيعة المكسيكي. عندي حبة فلفلة خضراء وحبة فلفلة حمراء وحبة فلفلة صفراء، فيك تستغني عن هدول بتحطي بس أخضر ما بيأثر. وعندي هون حبتين بصل، واحدة كبيرة وواحدة صغيرة. عندي هون علبة درة مفرزة غسلتها، تغسليها قبل ما تستعمليها. والزيت والبهارات كتير سهلة ما بدها. عندي معلقة صغيرة كزبرة ناشفة، معلقة صغيرة بابريكا مدخنة، معلقة صغيرة بودرة الثوم، معلقة صغيرة الملح، ونص معلقة فلفل، ونص معلقة كمون. عندي هون نص معلقة كاري، الكاري اختياري بس أنا بحب نكهة الكاري بهالأكلات تعطيكي نكهة غير شكل. نعملها هيك بس تحطوا البهارات خلطوهم منيح مشان الدجاج ياخد النكهة صح. قبل كل شي بدنا نتبل الدجاج ونقيمه على جنب، بعدين نفرم الخضرة. فوق هاي البهارات بدي احط شطة حبة، رشة صغيرة كمان اختياري، ما حبيتي لا تحطيها، بس الحدودية بهالأكلة بتعطيك هيك لذاذة للطبخة. وكمان من عندي معلقة دبس الفليفلة، معلقة واحدة وسط. هلا بندعكهم منيح بالبهارات ونتركهم تقريبا نص ساعة يتشربوا البهارات، يكون نحن فرمنا خضرتنا سوينا خلاص. بتبقى هالطريقة تاكلوها غير شكل، كان ناقصة فطر، بس في حدا من عائلتي بيتحسس من الفطور ما حطيتيها. شايفين خلينا الدجاج كله ياخذ نكهة البهارات. الريحة لحالها عم تحكي. هلا بتركهم على جنب نفرم الخضرة. هلا الخضرة كلياتها بشكل طولي، يعني ترانشات بدنا نعملهم. بدنا نكون البصلة رقيقة ما تكون سميكة. وهي الأكلة على فكرة كل ما كترتي لها بصل كل ما طلعت ألذ وألذ. الفليفلة نفس الشيء. بشكل طولي شايفين. بتحبي تسمكيها بتحبي تراقيها
ما في اي مشكله، حالتين الفليفله دغري بتستوي. هاي عندي خاصة الخضرة، خلينا نروح نطبق أكلتنا. عندي هون مقلاية، أي مقلاية عندكم يعني، حتى لو ستانلس ما بتفرق، ألمينو ما بتفرق، لأن حالتين أكلتنا ما حتلزق معنا. حطيت 3/4 كوب، شايفين شو صغير، سعته 100 ملي زيت تباتي. حمي عندي شوي، صقيت الدجاج هيك من بحبحة. شايفين هلا بنتركهم بس ليصيروا بهاللون هاد، يعني انا ما بدي اياهم يستووا، بس يصيروا بهاللون هاد. سقيت الخضرة وخلي النار هادية، وما تضلي تحركيهم مشان العصارة اللي بقلبهم ما تنزل ويطلعوا معك ناشفين. شايفين هيك تقليب، متى ما اخذوا هاللون هاد بنحط عليهم الخضرة. اخذوا عندي اللون هاد، هلا بنسقط الخضرة، الخضرة كلها طبعا. شايفين لزازتها هالأكلة أطيب شي الخضرة فيها، يعني كتر الخضرة أكتر من الدجاج، تطلع ممتازة، بعطيكي لك غير شكل. هي الخضرة كلياتها بتدوب. بنقلب. يا عيني على هالمناظر. خليها لتدبل الخضرة، بنغطي عليها ونتركها تقريبا 4 دقايق ل5 دقايق تكون جاهزة عندي أكلتنا. في لسه خلطات بدي أحطها، خلطات هدول على ذوقي، خليكم معي للآخر. هاي دبلت عندي الخضرة، هلا بحط لها آخر مكونين. عندي صوص الصويا، بنحط لها معلقة كبيرة، هاي معلقة، بنعمل لها هيك تحريك. ليش أنا ما كترت ملح؟ لأنه صوص الصويا بيعدل لك هلا نكهة الملح كلياتها. وبدي أحط لها معلقة شطة، لأنه هيك أكلات إذا ما كان فيها نكهة الحد مو طيبة. وبالأخير بنحط لها علبة الدرع. هلا بنعمل لها تقليبة. شفتوا قديش خضرتنا دبلت؟
يعني ما عاد بينت كتير. أول ما حطيتها بينت أكتر من الدجاج، بس هي لا، هيك كحجم وككمية كتير ممتازة. هلا بنغطيها وبنتركها تقريبا 5 دقايق 6 دقايق بتكون جاهزة معنا. وهي أكلتنا جاهزة، شايفين اللي على المنظر على السكف فورا. هلا بدنا نسكبها بقى. هيك لهون انتهت وصفتنا. بتمنى تكون عجبتكم واكتبوا لي رأيكم فيها بالتعليقات. بتمنى تكونوا وصلتوا معي لهالوقت هذا. وما نسيتوا اللايك يا حلوين. يلي عم تشوفني أول مرة حبت القناة وعجبتها تشترك فيها وتفعل زر الجرس مشان يوصلها كل جديد فضلا وليس أمرا. وبرحب بالمشتركين الجداد بقول لهم يا ميت أهلا وسهلا فيهم. شرفوا ونوروا القناة وإن شاء الله القناة تطلع عند حسن ظنكم. شكرا لكم، شكرا لوقتكم، شكرا لتعليقاتكم اللي كتير حلوة. الله يوفقني ويوفقكم ويوفق الجميع يا رب. نلتقي في فيديو جديد إن شاء الله برعاية الله وإلى اللقاء.